ها نحن ذا، وها هو منتخبنا الوطني يعود مجددا الغمار المنافسات الودية، ولكن هذه المرة سيواجهون اللاعبون تحدي صعب للغاية، متمثل بمواجهة فريق بدني من الطراز الرفيع، مدجج بالنجوم ومن مختلف الدوريات، وأيضا يمتاز كذلك بالسرعات. أنا هنا جاي أتكلم عن المنتخب الكولومبي المصنف ال17 عالميا، الفريق الما خسر آخر 5 مباريات. أوه ماي جاد. ولكن ويت، علينا الاستسلام؟ طبعا لا. ومن القائمة هاي اللي ما عجبتكم حطلع لكم أفضل تشكيلة ممكنة لمجاراة الكولومبيين للخروج وبتعادلوا على أقل تقدير. فيلا let's get started. اوكي، بمركز حراسة المرمى حختار المميز دائما وابدا المستر جلال حسن، وبخط الدفاع حختار فرانس بطرس كقلب دفاع اول. ليش؟ انا اقول لك ليش. شوف يابا، هالولد جاهز من كل النواحي، واكيد هو افضل حاليا من مصطفى ناظم وعلي فائز، وعلى الاقل من ناحية الجاهزية الفنية، لأنه لعب موسم كامل مع فريقه التايلندي وقدر يحقق وياهم المركز الثالث. فيا he deserved his last chance. زين، المدافع الثاني حيكون سعد ناطق، المتألق بالفترة الأخيرة بدوري روشن السعودي. والمدافع الثالث حيكون آلان محي الدين. نعم هو ظهير، ولكنه ومن الناحية الدفاعية والبدنية يتفوق على كل أقرانه بهالمركز، فأعتقد ولو لعب بهذا المركز راح يقدم إن شاء الله. زين، بمركز الظهير الأيمن حختار ألاي قاسم. شارع؟ نعم صحيح، أتفق وياكم، ولكنه نوعا ما يلتزم بالواجبات الدفاعية أكثر من شيركو كريم، وتقريبا وبخطة الثلاث قلوب دفاع حتشوفون أداء مختلف منه إن شاء الله. فيا that's why I choose him. alright now، بمركز الظهير الأيسر ما عندي مشكلة حقيقة مع أحمد يحيى، وأتمنى أشوفه ولو كبديل بهذه المباراة، ونفس الكلام ينطبق على دوسكي. مشكلتي الكبرى ويا همام، اللي ما أعرف شلون حيدبرها ويا سرعات الكولومبيين وقواهم البدنية، وهو إذا لعب نص ساعة يقوم ينهت. فأعتقد أن الاختيار الأفضل لهذا المركز هو ميرخاز دوسكي، ويليه أحمد يحيى كبديل بالشوط الثاني. أوكي بوسط الميدان حختار محورين، وهم كل من أمير العماري وأسامة رشيد. وبالنسبة لزيزو فهو مصاب حاليا وبشكل شبه رسمي لن يشارك اليوم، ومن باب عدم المجازفة. فيب it's kinda sad but what we do with that. بالنسبة للهجوم فأتمنى رؤية هذا الثلاثي، وهم أندري سناطي على الرفاق الأيمن، وكيفن يعقوب على الرواق الأيسر، وباشانغ عبد الله كمهاجم صريح. and yeah that's it. what do you think about that يا عزيزي المشاهد؟ اكتب لي رأيك وبخانة التعليقات. and yeah I think that's it. so peace out.